السلام عليكم يا شباب، كلنا شفنا الصورة دي. تعالى كده نلخص الدنيا، عشان بصراحة الموضوع ده ببايخ وبوخ قوي 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 قوي. يعني الاهلي عاوز زيزو، الزمالك عاوز زيزو، زيزو عاوز يروح هنا، عاوز يجي هنا. زيزو يعني من كلام احمد عبد الباسط، بصراحة مصدر موثوق بيجيب معلومات يعني موثوق منها. ابو زيزو قعد مع النادي الاهلي، تمام. ابو زيزو عشان بس المعلومات دي لازم توصل للزملكاوية، محتاج عمولة، عاوز عمولة ليه شخصيا 26 مليون. 26 مليون عمولة في زيزو، ابوه عاوز 26 مليون، تمام. الزمالك عرض كام؟ الزمالك عرض من 40 ل 70، يعني هو 40 50 60 70، تمام. الدنيا هتبقى لحد 70 ده اخري معاك. يعني زيزو لو ب 70 هيمضي، يعني زيزو اتعرض عليه 70. فخلينا بقى ايه نبين الدنيا برضو، نقول مجلس الاداره ونقول زيزو، نقول كله اللي موجود، يعني الدنيا تبقى ماشيه ازاي، ونقول راي الجمهور بالمره، تمام. الزمالك يا باشا لحد 70 انا معاك، تمام. بعد ال 70 مش هدفع، تمام. زيزو قال لك ايه؟ انا عاوز 50 مليون مقدم عقد، وانا اصلا باخد السنه دي 35 مليون، فهنخصم منهم ال 35 وهيتبقى 15، وال15 هنزود عليهم تعالى نشوف هيمضي بكام بقى، ب 70 ولا 80، يبقى لك 95 مليون. يعني السنه الجايه زيزو هيبقى عاوز 100 مليون جنيه. السنه الجايه زيزو هيبقى عاوز 100 مليون جنيه. يعني نركز كده ونفوق مع بعضينا، تمام. مين الصح مين الغلط، مين اللي راح مين اللي جه في الاخر بقى يا جماعه، عشان نخلص بجد من الليله اللي بقت بايخه قوي دي. الليله بقت بوخت وشكلها بقى وحش قوي من جميع الاطراف، تمام. واول مره اقول جميع الاطراف، عشان كده احنا كنا ماسكين مجلس الاداره غلط غلطه كبيره جدا، اللي هو ما حط زيزو في خانه، يا تجدد لي يا استفيد منك يا تبيع. انت غلط. خلينا لحد الاخر. زيزو بقى داخل او ابو زيزو داخل، انا مش فاهم بقى علاقه زيزو بابوه. اكيد ده ابوه فهيسمع كلامه، ولا زيزو عايز يروح الاهلي، ولا زيزو بيلعب على الوينجين شويه هنا وشويه هنا. ما خلينا برضو نكمل لحد الاخر. انا كزملكاوي وانت كزملكاوي بتعشق حاجه اسمها زيزو، والراجل بيحبنا واحنا بنحبه، ما عنديش مشكله خالص. زي بن شرقي بيحبنا وبنحبه، راح الاهلي بس الراجل راح بالشياكه شويه والدنيا حلوه. زيزو عايز ايه؟ انا هموت واعرف او اخش دماغ زيزو. طب انت عايز ايه يا باشا؟ عاوز تروح الاهلي؟ انت عاوز تروح الاهلي؟ توكل على الله. بس ناهيه، انت شايف ان الاهلي هيديك فلوس وهيديك 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 وهيديك، توكل على الله. انا ما عنديش مشكله. انا كزملكاوي لو انت عاوز تروح مش هبكي عليك. طالما عاوز تروح مش هبكي عليك. طالما انا قدمت لك اقصى ما عندي وانت مش جايه معاك، خلاص بقى يبقى اتفضل روح. انا غلطت غلطه هستحملها واكملها. اتفضل حضرتك روح النادي الاهلي، انا ما عنديش مشكله. لو انت عاوز تروح النادي الاهلي استقرار وفلوس وشاليهات واعلانات، روح يا باشا. انا مش همسكك اموتك، مش هقتلك. وانت قدمت لي حاجات، الله يبارك لك وتسلم وشكرا والف شكر ليك. بس اكيد خسرت جمهور الزمالك. ومعلومه معلش لاخونا زيزو، لو هو عاوز يروح، انا بحب زيزو والله، لو انت عاوز تروح شوف اللي قبلك راح وعمل فين وبقى فين دلوقتي. نركز، انت راجل محترف والله العظيم كلنا بنحبك، بس احنا لازم نخلص من الموال والفيلم البايخ اللي طول قوي تجديده مش تجديد. لا احنا تعبنا بصراحه. يعني مش عاوز اقول انا بحبك، بس انا مش بجدد لميسي. خلاص يا جماعه، يعني الموضوع خلاص. يعني انا تعبت بصراحه، انا تعبت، مجلس الاداره تعب، كلنا تعبنا بصراحه. يا هتجدد يا مش هتجدد. اتفضل اقعد، اتفضل امشي جميله بالشياكه والعب لحد اخر الموسم، مضيت للاهلي، روح الله يسهل لك الحال. عاوزين نخلص من الفيلم ده، واتمنى ان هو يقعد. طبعا كلنا بنحب زيزو، واتمنى يبقى فكر زيزو غير فكر ابوه. ابوه عاوز 26 مليون ليه يا باشا؟ ليه حاضر؟ ليه 26 مليون؟ ليه يعني عموله 26 مليون ليه؟ ده في مرتب، ده حسام عبد المجيد النهارده بياخد مليون ونص. يعني انت بتاخد راتب حسام عبد المجيد 20 سنه قدام، والراجل بسم الله ما شاء الله يعني. فزي ما برضو يعني نتكلم مع جمهور الزمالك، ما تزعلش ما تبكيش على حد لو لا قدر الله راح. احنا باشا احنا في ظهر النادي كده كده غصب عن اي حد. ومعلش لو راح برضو خلينا نقول لو راح، بس انا ان شاء الله بامر الله زيزو مش هيروح، بامر الله مش هيروح. احنا نعمل اي حد، واحنا بنكبر اي حد. وتعرف الفكره في ايه؟ الماتش اللي جاي ان شاء الله، لو مثلا لو اعتبرنا لا قدر الله الماتش مثلا تعاد بقى، فزيزو هيروح جاي واقف الناحيه الثانيه، وهو كان واقف في الماتش هنا وهو في انسحاب. احيي يا جدعان، احيي بجد. لا لا لا، ده ربنا يكون في عوننا يا زملكاويه، ربنا يكون في عوننا خالص. يلا يلا، سلام عليكم.